السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان بقى الطرح الموديل او الطرح القطن خلاص رجعت من تاني، خصوصا ان في نوع منها ما بقاش شفاف كده فينفع ان احنا نلبس تحته البندانه بس ونخرج بيه في الصيف، فانا بصراحه حبيتها قوي وقلت اعمل معاكم كده كام لفه للطرحه الطويله بحيث تبقى شبه الخمار، ينفع ان احنا ننزل بيها تبقى طويله وستره، وخصوصا ان كمان العيد قرب فنستغلهم ونلفهم في العيد. يلا نعملهم مع بعض على طول. بس اول حاجه ما تنسوش ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب، بجد نفسي القناة ترجع تاني زي الأول، ونفسي نوصل ل150 ألف بسرعة قوي إن شاء الله. ولو بتتابعوني من على فيسبوك ما تنسوش ان انتوا تعملوا فولو للبيج. ويلا بينا نبدأ. كل اللي احنا هنستخدمه في الفيديو ده هو بس البندانة السوري بتاعتنا، ودي البندانة اللي انا بستخدمها عشان انتوا كتير بتسألوني عليها، هي بندانة لافوال. بس هاتوها من محلات لافوال نفسها لان في منها تقليد كتير قوي وانا جبت واحدة للأسف مش أصلية. هي بتبقى من قدام عاملة كده عادي سوري، بس من ورا بتبقى فيها شبكة عشان بتهوي الشعر. واحسن اختراع فيها ان هي فيها الاستك ده اللي هو بنقفل البندانة على قد المساحة اللي احنا عايزينها، وبصراحة بتعيش معايا كتير قوي، فهي تحفة بصراحة. فتعالوا دلوقتي نبدأ أول لفة مع بعض. زي ما قلت لكم أنا لابسة دي بس عشان الفيديو، إنما في الأساسي ببقى لابسة بس بندانة سوري مادام الطرحة بتاعتي مش شفافة. طيب خليني أثبته هنا. الطرحة بتاعتي أهي. هبدأ معاكم أول لفة. اول لفه بحط طرف قصير وطرف طويل. الطرف القصير ده اللي انا هعمل بيه 7 من قدام، فينفع ان انا استخدمه في ان انا اقيسه كده بس علشان اشوف السبعه بتاعتي هتكون مظبوطه ولا لا. خلاص، فانا دلوقتي عرفت المسافه اللي انا هعمل بيها ال7 من قدام، وده الطرف الطويل انا سايباه الناحيه التانية. هعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا اسيبها كده تبقى لوس برضو شويه، وهبدا ان انا اخدها كده واثبتها من هنا بدبوس. خلاص، وبعد كده هبدا ان انا اطلع كده الطرف ده شويه عشان اظبط السبعه بتاعتي، والطرف ده هظبطه من هنا عشان يظبط السبعه بتاعتي. خلاص، طلع بس المايك اهو. طبعا انا بكون متحكمه اكتر لما انا مش بكون لابسه الايه البندانه اللي تحت دي. خلاص، وبرده بحط دبوس هنا. طب الطرف التاني ده بقى هبدا ان انا اظبطه من هنا اهو، ودي بس باخد حته منها من هنا عشان ما يكونش كل التقل مرمي على تحت، فاهمين؟ يعني باخد بس جزء منها كده وتبقى كده اهو، وبثبت اخر حته دي كده اهي دبوس كده اهو. وينفع ان انا احط دبوس هنا. خلي بالنا من حاجه يا بنات، ان انا وانا بلف الطرحه بتاعتي انا متاكده ان انا لبسي مش مجسم، انا لابسه لبس واسع. فلو انا لابسه لبس ضيق هعمل ايه؟ هروح جايه بقى منزله دي هنا كده على الكتف ومطوله دي شويه منزلاها على الكتف، فاهمين؟ فانا اللي ببقى عارفه انا لبسي عامل ازاي. لبسي واسع فعادي مفيش مشكله، ممكن ارفع من على الكتف. لبسي ضيق انزل واداري اكتر، فاهمين قصدي؟ ودي كده اللفه. شايفين هي بتكون طويلة من ورا وفي نفس الوقت عاملة الشكل اللي هو من قدام ده، شكلها بيبقى أمور جدا، شكلها تحفة. تعالوا كده نعمل مع بعض اللفة التانية. بس هنعمل لها زي ابديت على اللفة الأولانية، يعني مش نعمل لفة جديدة ولا حاجة. هحط المايك هنا ويا رب بس تكونوا سامعيني كويس. دي كده اللفة التانية بسيطة وسهلة، ما عملناش فيها حركة جديدة، هي نفس الحركة بتاعت الأولانية
طرف من هنا لتحت، في نفس الوقت مدياني كده الشكل اللوز والساتر، لا رقبتي باينه ولا شعري باين ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت سترة من ورا ومن قدام، وحاسه الموضوع بجد لذيذ قوي. وطبعا لو انتوا قدام المرايه هتعرفوا ان انتوا تظبطوها اكتر من ورا وكده، مش هيكون فيها اي بقى يعني دي كلها الكلكعات دي بتاعه البندانه اللي انا لابساها تحت زياده، فاهمين قصدي؟ فلما بتشيلوا كل ده بيبقى الموضوع بسيط وسهل قوي. اللفه التالتة بقى بتاعتنا هي اسهل من السهوله، هي اللفه العاديه بتاعتنا خالص، بس بدل ما كنا بنلفها دايما على بندانه بتبقى واقفه، هنلفها كده كانها لوس وكاننا مش واخدين بالنا منها، فاهمين؟ ومش هنحط تحت بندانه بس غير هي البندانه السوري. فهتعالوا كده اوريكم ازاي. بصوا التركية هنا في انكم تظبطوها من هنا، يعني من الجزء ده. هو انتوا كده هتحسوا ان انتوا شكلكم مهلهل في الاول، بس بعد كده بتظبط قوي. هوريكم ازاي. شوفوا بقى بجد ظبطت ازاي، انا عن نفسي بحبها قوي قوي قوي. بصوا شكلها ساتر، وتحسوا بقى في الاخر بقى شكلها امور. الناس اللي مش بتحب الشكل المجعد انا بحب الهرجله اللي من قدام دي تحفه. الناس اللي مش بتحبها تقدر ان هي تحط البندانه اللي بتوقف الطرحه، هتظبط معاها قوي. بس غير كده انا بحس ان هي من الحاجات التحفه، فاهمين؟ قولوا لي بقى في الكومنتس انهي لفه من التلاته عجبتكم، وحابين ان احنا نكمل في السلسله دي ولا لا، وايه هي الفيديوهات اللي انتوا عايزينها مني بعد كده ان شاء الله. وانا معاكم في اي حاجه انتوا عاوزينها، بس اوعوا بالله عليكم تنسوا الكومنت والشير واللايك والحاجات الحلوه دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.